السلام عليكم متابعينا الكرام. نتكلم اليوم عن الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة مباراة نادي الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي. نعم أخواني أصدقائي، لك أن تتصور هي المباراة التي ستلعب لحساب دور 16 من كأس العالم للأندية. هذه المباراة التي ستقام على ملعب كامبينغ وورلد. أخواني أصدقائي، يتم نقلها عبر قنوات MBC أكشن وكذلك الأمر عبر تطبيق DZIN. أخواني أصدقائي، هداف النادي الهلال سالم الدوسري وهداف نادي السيتي إيرلينغ هالاند. هذه المباراة التي ستقام أخواني أصدقائي يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو المقبل الساعة 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. آخر 5 مواجهات للفريقين، لك أن تتصور نادي الهلال لديه انتصارين و3 تعادلات، السيتي 5 انتصارات دون أي تعادل أو هزيمة. إذا أخواني متابعينا الكرام، مواجهة ما شاء الله مهمة لكلا الطرفين ولا بديل عن الفوز إن كان للسيتي أو للهلال من أجل العبور إلى الدور القادم. السيتي بعد أن تأهل بصدارة مجموعته، والهلال بعد أن تأهل بوصافة مجموعته. الهلال الذي قدم ما شاء الله أداء جيد وطيب في هذه البطولة، كذلك الأمر أخواني أصدقائي مانشستر سيتي ما شاء الله مش بالنادي السهل أو أنه الآتي سياحة أو سفر. إذا نحن على موعد مع متعة كبيرة وتشويق في هذه المباراة. التشكيلة المتوقعة واختيارات المدرب الإسباني بيب جوارديولا: في حراسة المرمى إيدرسون، أمامه ثنائي الدفاع دياز وأكانجي، على اليمين نونيز وعلى اليسار آيت نوري، أمامهم في الوسط لاعب الارتكاز رودري، وأمامه في المقدمة برناندو وريندريز، أمامه ثلاثي المقدمة سافيو البرازيلي على اليمين ودوكو البلجيكي على اليسار وهالاند رأس الحربة. بينما نادي الهلال واختيارات المدرب سيميوني إنزاغي: بونو في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع كانسيلو على اليمين ولودي على اليسار، تنبكتي قلب الدفاع إلى جانب كوليبالي، لاعب الارتكاز كارلوس نيفيز، أمامه سافيتش وناصر الدوسري، ثلاثي المقدمة مالكوم على اليمين والدوسري على اليسار وليوناردو رأس حربة. إذا أخواني أصدقائي، شاركونا آراءكم وتوقعاتكم نتيجة المباراة، لا تبخل علينا باللايك والاشتراك بالقناة صديق، وشكرا لك.